تعرف إن مصر بتخسر مليارات كل سنة مش بسبب أزمة اقتصادية ولا حتى حرب، لكن لمجرد إننا بنصدر المواد الخام من غير ما نضيف عليها أي قيمة. بنصدر الجلد خام زي ما هو، وبنطلع المعادن من باطن الأرض ونبعته على طول، وحتى المحاصيل الزراعية بنصدرها من غير ما نعمل بيها أي تصنيع. والنتيجة دول تانية بتشتري مننا الحاجة برخص التراب وتصنعها وترجع تبيعها لينا أو لغيرنا بأضعاف تمنها. ده بالظبط عامل زي ما يبقى عندك دهب وما تعرفش تستغله. بس الدولة المرة دي قالت كفاية كده، كنوزنا محدش أولى بيها مننا. فيا ترى عملت إيه؟ وإيه النتائج المتوقعة؟ وإيه الخطوات المنتظرة هنا؟ بنبيع رخيص ليه ونشتريه غالي بعدين؟ اللي بيحصل فعليا إن دول تانية بتشتري مننا الحاجات دي بتمن قليل، تصنعها في مصانعها وبعدين ترجع تبيعها لينا أو تبيعها للعالم كله بأضعاف السعر اللي اشترت بيه. يعني تخيل مثلا الجلود، بدل ما نعملها شنط وجزم في مصانعنا نديها لتركيا أو إيطاليا أو الصين وهم يصنعوه ويبيعوه للناس في أوروبا والخليج، وإحنا نرجع نشتريه منهم تاني بالسعر الغالي. يعني معانا الذهب بس بنبيعه تراب. طب هو إحنا ما عندناش الإمكانيات؟ بالعكس، عندنا جلود من أجود الجلود في العالم كله. عندنا 34 نوع معدن، منهم ذهب ونحاس وحديد وفوسفات، بس بنستغل منهم محليا حوالي 21% بس. الباقي بنصدره كخام وهو طالع من باطن الأرض، وساعتها السعر بيكون في الأرض هو كمان. وطبعا الزراعة مش بعيدة عن المصيبة دي، بنصدر برتقال وفراولة ومانجا ورز زي ما هما، ونتفرج على بلاد تانية تعمل منهم عصير ومربى ومجمدات وتبيعهم للعالم بأسعار تضرب اللي احنا بعناه ب20 مرة. طب كل ده أثر علينا إزاي؟ ببساطة كده ده خلى نسبة الصادرات المصنعة من إجمالي صادرات مصر ما تزيدش عن 48% في الفترة من 2014 لحد 2022، في حين إن تونس وصلت ل 79% والمغرب 70% والأردن 73%. صحيح النسبة اتحسمت في 2024 وبقينا على 53% من صادراته ووصلت ل 45 مليار دولار، لكن لسه الطريق طويل. طيب يا ترى الحكومة عملت إيه؟ هنا الدولة بدأت تفوق وقررت تعمل حاجة، فطلعت ببرنامج اسمه رد الأعباء التصديرية، وده باختصار عبارة عن دعم مادي للمصدرين، لكن مش أي حد. لا، ده الدعم هيروح للي بيصنع ويضيف قيمة، مش للي بيصدر خام وخلاص. الميزانية كمان اتضاعفت وبقت 45 مليار جنيه في 2025 و2026، منها 38 مليار هتتوزع على قطاعات مختلفة، و7 مليار كميزانية مرنة مخصصة للصناعات الجديدة والمعقدة. الدعم ده كمان بيتوزع بمعايير دقيقة جدا، 50% حسب القيمة المضافة اللي بتحصل على المنتج، و30% حسب نمو التصدير، و10% حسب القدرة الإنتاجية، و10% حسب عدد العمال اللي بيشغلهم المصنع. يعني الدولة دلوقتي بتكافئ اللي بينتج ويشغل الناس، مش بس اللي بيشحن صناديق خام على الميناء. وفي نفس الوقت الحوار الوطني خرج بتوصيات قوية جدا، منها وقف تصدير المواد الخام نهائيا، خاصة الجلود والمعادن، وتشجيع التصنيع المحلي عن طريق حوافز ضريبية، دعم التدريب المهني، وإنشاء مصانع في مناطق صناعية مجهزة. طب حصل إيه فعلياً؟ اللي حصل إن عدد المصانع في مصر زاد من 24 ألف مصنع في 2014 لحوالي 69 ألف مصنع في 2025، والدولة بتستهدف توصل ل 100 ألف مصنع في 2030 بإنتاج بيوصل ل 170 مليار دولار سنوياً. بس هل الطريق كله مفروش ورد كده؟ أكيد لأ، لسه في تحديات زي نقص التمويل لبعض الصناعات وعدم توفر تكنولوجيا كافية في قطاعات زي الجلود والمعادن، وكمان بيروقراطية في إجراءات الترخيص والتوسع، ده غير مشاكل الزراعة من مية وسلاسل شحن. ومع كل ده الحكومة مصممة تكمل، وفي إرادة سياسية واضحة، وفي مشاركة من القطاع الخاص، وفي ميزة لموقع مصر والعمالة الموجودة والأسواق اللي حواليها. في النهاية كده السؤال الكبير اللي قدامنا هو: هل هنفضل نبيع خام ونخسر، ولا نبدأ نصنع ونكسب ونشغل ونصدر منتج عليه ختم صنع في مصر؟ الفرصة لسه في ايدينا، بس المهم نكمل ونفكر بعقلية الكسب مش البيع السريع.